قصتنا بتبدأ مع مايلين اللي عندها 13 سنة بتحب تقضي يومها في مدرستها مع أصحابها اللي هما مريم وبريا وآبي. ومايلين شاطرة جدا في المدرسة وبتحب مادة الرياضيات، وفي عيال على طول بتنمروا عليها لكن هي مش بتهتم بيهم. ويقعدوا تتكلم مايلين مع أصحابها على فرقة موسيقية اسمها فور تاون اللي بيحبوه جدا، دول زي بي تي اس كده. بتقول لها بري إن تذكرتهم غالية جدا لكن ديفون عنده ببلاش، فبتستعجل بيرين تودعهم وتركب القطر عشان تروح بيتها وتروح المعبد عند أمها. بتلاقي بيعملوا طقوس وبتقعد جنبيها وينضفوا المعبد ويدخلوا الزوار وتحكي لهم عن المعبد ووجدتها، وبعد كده بيمشوا للزوار ويقعدوا في البيت وبابا بيجهز الأكل. وتشوف مايلين إعلان اللي فرقتها المفضلة، تقول أمها إيه اللي عالي البيت دي؟ تقول لهم مايلين دول جمال قوي يا أمي. وبتدخل مايلين أوضتها بتقعد ترسم الواد اللي بتحب صاحبتها، فجأة وهي بترسمه تقول ايه ده، عليها عيون لا بتنافي ولا بتخون. وبتجري تدخل تحت السرير عشان امها بتسخن في الرسم قوي لحد ما ترسم الواد وهو بيحضنوا بعض، هي وهو بيحضنوا بعض. وبتدخل امها الأوضة وبتطلع على السرير بتتوتر مايلين هتشوف هي كشكول، فبتمسك امها كشكول تقول ايه ده، تحاول مايلين توقفها فبتشوف امها الرسمة تقول ايه ده مش ده الواد اللي شغال في السوبر ماركت، فبتحسب انه بيحبها وكده يعني. فبتاخد مايلين وتركب العربية وتروح السوبر ماركت تقول للواد ايه بينك وبين بنتي، دي بنت صغيرة عيب عليك. فبتمسك الورقة اللي فيها الرسم وتحطها قدام الناس فبيشوفوها ويضحكوا عليها. بتروح بيتها وتدخل مايلين أوضتها وهي متعصبة تروح تنام، وهي نايمة تفضل تحلم بكوابيس غريبة لحد ما بيجي الصبح وفي وقت أمها وأبوها بيجهزوا الفطار عادي. تصحى مايلين من النوم وتدخل الحمام تبص على نفسها في المراية، تلاقي نفسها اتحولت لباندا أحمر وتصرخ. تيجي أمها تتخض تقول لها مالك، وبتحسب إنها عشان تمت 13 سنة وجالها ظروف، والله دي حاجة تكسف والله. وبتدخل عليها الحمام وهي مستخبية في ستارة البانيو، تطلع أمها الحاجات ليها عشان تلبسها وتحاول تشد الستارة عنها وبتجري تلحق أكل. وبتدخل مالي أوضتها وتنام على السرير عشان تهدى، تبص في المراية بتلاقي كل حاجة بتختفي بالتدريج وتبدأ تهدى خالص لحد ما ترجع زي ما كانت. وبتعرف إنها بترجع لما بتهدى. وتروح المدرسة تقول لها أمها كل حاجة تمام، تقول لها تمام. وبتدخل المدرسة ويتكلموا معاها أصحابها، تقول لها مريم وايه اللي امك عملته، تتعصب مريم تقول لها فكك من السيرة دي. وبتشوف زميلها كارلو تكرش عليه، بتشوف ورقة رسمها هي بتقطعها تطلع عقدة البيت، والواد الرخم على طول بتنمر عليها. وبتبدأ تاخد مايلين وتبدأ تتحول تدخل الفصل مع أصحابها وتهدى. وبتشوف من الشباك أمها بتراقبها ومستخبية ورا الشجرة بتطمن عليها. يحاول الأمن يخرجوها عشان ده وقت حصة، بتعمل فضيحة وتحاول تديها الفوطة اللي نسيتها. بتتوتر مايلين بتتحول وبتجري تستخبى في الحمام ومبتعرفش، وبتخرج الشارع بتشوف أمها تحاول تجري وراها لحد ما بتوصل للبيت وتشوف أمها البيت مكركب ومتكسر. تلاقي تلاقيها مستخبية بالبطانية، تشوفها أمها وهي باندا ويلمحها أبوها يقول له أمها إنان الأوان يا مينج، تقول لها الحقيقة. وتروح مينج أمها تقول لها المايلين إن جدتها من زمان قوي اتمنت إنها تتحول لباندا أحمر، وفعلا اتحولت. ففضلت تتورث بينا كلنا وتطمنها وتقول لها إن في علاج. تقول لها مايلين فين العلاج طيب؟ فتقول لها مينج لسه لما تيجي وقت الطقوس. تقول عليها لسه فاضل عليها شهر وتزعل مايلين، تقول لها وانا لسه هستنى شهر، ويهدوها ويدخلوها لأوضتها يحطوها مرتبة وتنام. وبعد كده بيجوا اصحابها ويدخلوا جوه يلاقوها باندا بتعيط وبتزعل تقول انا وحشة انا ملعونة. ويبدأوا اصحابها يخرجوها من المود ويغنوا لها كل ساعة معانا على كده كده معانا كل ساعة معاك أحلى ساعة. وتهدى وترجع زي ما كانت وتخرجهم من بره عشان ماما تشوفهمش. ويبدأوا أهلها يمرنوها عشان تتملك أعصابها. وبعد كده بيسألوها عن حفلة الفور تاون، بتقولهم التذكرة ب$200. يقولوا لها كتير قوي، تقول لهم براحتكم بس دي أسعار الحفلة وتمشي. بيظهر حد بيتصل في التليفون يقول لها جوزها ان امها هي اللي بتتصل، فبتقلق تكلمها وتقول لها ازيك يا ست الحبايب. تقول لها امها انا عرفت ان مايلين اتحولت لباندا واجي اعرف بنفسي. تقول لها مينج لا ما تخافيش، فبتقفل الخط في وشها. وتروح مايلين المدرسة بتمرنوا على الكورة، بتشوف امها برضو بتراقبها وبتتريق عليها الواد الرخم. فبتتعصب مايلين عليه وبتحدف عليه الكورة، فيمسكوها اصحابها ويدخلوها الحمام عشان متتحولش وتتكلم معاهم وتتحول ويدخلوا بنات الحمام. فبتجري مايلين تستخبى، يلمحوا ديلا يقولوا البنات والنبي هاتوا الدبة الكيوت دي لو هدفع لكم كل حاجة. فبشوف مايلين الفلوس توافي وتتحول، وبتعمل مايلين واصحابها من موضوع التحول ده سبوبة كبيرة ومربحة على الآخر. وهم قاعدين في المدرج بتاع الكورة بتحسب الفلوس اللي لمتها من السبوبة
في فلوس تذكرة الحفلة، تلاقي انها مش مكفية وتزعل وتتعصب. تهديها مريم تقول لها متزعليش، احنا هنجمع فلوس تاني من السبوبة دي. بيجي الواد الرخم عايز تتكلم معاه، تتحول عليه ميل، يقول لا 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 متتحوليش، انا جاي اتكلم معاكي جد. اتفق معاه انها تيجي الحفلة اللي هو عاملها، تتحول هناك وترقص معاهم. تفكر مايلي تقول له بس هتدفع $200، يقول لها ماشي موافق يا ستي، اهم حاجة تيجي. تروح تتكلم مع اصحابها تاخد رأيهم ويوافقوا، تقول للواد ماشي هنيجي بس الباندا هتبقى ساعة واحدة بس، يقول لها ماشي. وتروح مايلي تحضر حاجتها وخلاص هتمشي، توقف امها وتقول لها مش هتيجي تتعشي، تقول لها لا اروح مشوار مع اصحابي وجايه. وتخرج من الباب تلاقي في وشها جدتها وخالتها ويعطلوها عن الحفله، يقعدوا يتكلموا ويرغوا. وتحاول مايلي تستأذن وتمشي، وتخش وديدها بتيجي جدتها تحذرها انها متتكررش تتحول لباندا عشان ما يأثرش عليكي زي ما حصل لأمها. وتخرج من الأوضة وتمشي مايلين تروح الحفلة بس متنكرة عشان متتحولش. يقولوا لها أصحابها انت لابسة كده ليه مش هتتحولي؟ تقول لهم مريم ما ينفعش عشان ما يأثرش عليا. ترد عليها مريم بس احنا معناش غير 3 تذاكر لينا، ما تبقاش انتي. ويغصبوا عليها انها تتحول عشان تروح معاهم الحفلة. وبترجع مايلين تاني وتتحول وتولع الحفلة. وفي الناحية التانية بيمشوا اخوات مينج وتحذروا امها انها تاخد بالها من مايلين عشان التحول ما يأثرش عليها. ترد عليها ما تخافيش يا ست الحبايب. تدخل قولتها تشوف الشباك مفتوح، تلاقي في رجليها ورق السبوبة اللي مايلين كانت بتعمله عشان تاخد فلوس مقابل انها تتحول لباندا. وتبص عليها من السرير ما تلاقيهاش. وبتقعد مايلين مع اصحابها بيتكلموا ويضحكوا، يسمعوا من الراديو ان الحفلة بتاعة فور تاون هتتعمل يوم 18. فبتقول برية اتأكدي كده، تقولها فعلا يوم 18 يا مايلين. تزعل مايلين تقول ازاي ده هيبقى يوم الطقوس بتاعتي عشان يخرجوني من الباندا اللي جوايا. يضايقها الواد الرخم صاحب الحفلة، يقولها انزلي يا بت والله الحفلة اعملي بحق $200 اللي هديتهم لك. تتضايق مايلين عليه وتمسكه وتخوفه، ويخافوا كل اللي في الحفلة. تيجي امها توقفها، يجوا اهل الواد الرخم يزعلوا لامها عشان هي اللي عملته. ترمي امها اللوم على اصحابها، يردوا عليها مش احنا السبب قال بنتك، ما تردش عليها يا مايلين، وتاخدها ويمشوا. تزعل مايلين من اللي حصل. بعد كده بيروح اصحاب مايلين يشتروا التذاكر ليهم من غير مايلين. وبتقعد مايلين تتعشى مع عيلتها لحد ما يحصل الخسوف بتاع القمر يقول لها. وتقول جدتها لابوها يروح يحضر الطقوس. وينزل ابوها الاوضه اللي تحت بيلاقي الكاميرا شغاله، يلاقي الفيديوهات بتاع مايلين واصحابها. يروح عند جدتها يقول لها ان هو ضحك لما شاف الفيديوهات، ويحكي لها عن امها انها كانت لما بتتحول باند احمر بتبقى عملاقه وفظيعه. وبتستغرب مايلين من الكلام، وبتيجي مينج تقول لهم يلا. وتقعد ميرين جوه الدايرة المرسومة ويعملوا الطقوس. ويروح لعلاء الباطن بتقابل جدتها اللي طلبت الأمنية بتتكلم معاها. وفجأة تظهر لها مراية تشوف نفسها من غير باندا اللي هو الأحمر اللي جواها. تحاول تدخل جوه المراية فبتشق نصين، نص العادي ونص الباندا. تحاول ميرين تخرج لكن بتبص على الباندا تفتكر لحظاتها الحلوة اللي كانت مع أصحابها، وبترجع تاني جواها الباندا تاني. وبتقول لها مينج متقلقيش هنعيدوا الطقوس تاني. تقول لها لا مش مهم انا عايزه اعيش كده. تتعصب عليها امها، تغصب عليها انها ترجع، فيمسكوا بيها ويسيبوها وتجري. وتخدم امها وبتتحول لباندا احمر عملاق. وبتجري مايلين عشان تلحق الحفله، وتدخل تلاقي اصحابها زعلانين منها. تحاول تصالحهم وتقول لهم انا اسفه ويصالحوا بعض، وتبدا الحفله ويندمجوا معاها. وبتوصل امها الحفله تشوفها مايلين بتجري هي واصحابها، وبتدخل مينج الحفله تبوظها، تهرب الناس منها خايفين. وبتجري مايلين بتلاقي عيلتها تقول لهم ايه ده ايه اللي حصل، يقولوا لها انها غربت تاني ورجعت باندا ولازم نعيد الطقوس تاني عشان ترجع. وتروح مايلين تتكلم معاها تقول لها سيبيني اعيش حياتي، كفايه انك خانقاني وحبساني في البيت. تقول مينج تعالي معايا. تبدا مايلين تعمل حركات غريبه عشان تضايقها، وتروح توقفها. تقع مينج على الارض بره الدايره، فمحدش قادر يدخلها جوه الدايره. فبتتحول جدتها لباندا وتساعدها، وخالتها برضك بتحولوا برضك لباندا ويمسكوها ويزقوها جوه الدايره. وبتدخل مايلين في علاء الباطن، بتلاقي مينج قاعده بتعيط عشان بتتحول لباندا عملاق وكل بيخاف منها. تروح مايلين تواسيها وتمشي معاها لحد ما تخرجها من المرايه، وتخرج الباندا الاحمر العملاق اللي جواها، وتودع جدتها صاحبه الامنيه وترجع تاني لحياتها. ترجع مايلين تعمل السبوبه بتاعتها في المعبد، وبتعرف تتحكم في الباندا اللي جواها. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده عشان يوصلك كل الفيديوهات، واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.